السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ملف خطير، نتكلم عن تفاصيل كيف كانوا بيقتالون مسلم البراق وبيقتالون عبيد الوسمي، الخلية اللي أتت من أوامر الحكومة واللي كانت مختفية، وكيف رتبوا عملية لاغتيال مسلم البراق، اغتيال عبيد الوسمي، اغتيال شخصيات من شيوخ، من تجار، من قضاة، من وكيل النيابة. فكانوا كلهم جنب مسلم البراك، جنب عبيد الوسمي وجنب شخصيات مهمة، يعني من أمير قبيلة عوازم كيف كانوا هم صفوا عليه، من أمير قبيلة المطران فيصل دويش كيف صفوا عليه، شلون طقوه بالسكينة وخلوا ولده يقدر فيه. هذه الخلية مدشت ترى بأوامر من الحكومة الكويتية. وشنو سبب نايف حمود ثار ما بينه وبين الحاكم؟ في كثير من الناس تقول لي أنت تبع صباح الأحمد. دقيقة، أنا أول إنسان ساب صباح الأحمد، نعم، واللي بعده ساب. يوم تهجم حاكم البلاد السابق ربيته ترى في قصر ذاك، ويوم دس شرطته وجيش عليه. والحالي هذا بعد كنت أعرف أنهم يتجسسون، وكنت أعرف أنهم يشتغلون لدول، وأن الوطن لهم زبالة. كل النظام من عهد جابر لسعد لصباح الأحمد لنواف مشعل كلها هم عليهم 10,000 شخص ترى. لا تفتكر. يوم قلت لك أنا أمتلك المعلومات أنهم يتعاملوا مع حزب البعث العراقي والسوري واللبناني حزب الله، وفي فبركة الأفلام والاتهامات وناس قتلت في جنح الظلام. مسلم خلوه يغلط على الشرطة والقضاة ويغلط على الجيش، وبعدها خلوه يغلط على أمير قبيلة، وبعدها خلوه الزين. بعطيك رسالة 21,000 وياه مظاهرة. شنو أهداف المظاهرة؟ من اللي خلى مسلم يتكلم الدستور، مادة ومواد من الدستور ويتكلم؟ مسلم كان حاط ايدينا بعش دبور غلط، ويا شباب المعارضة حاط بدينا عش دبور غلط، وكان ما يعرف ان حكومة الكويت وبرلمانها وناس من جنب مسلم براك تتعامل مع مخابرات أوروبية وإسرائيلية وإيرانية، وكانت تصفق ترفع وتشيل إذا خطب مسلم. بينت متى؟ بعد 13 سنة. مسلم براك طبعا تجي نتكلم، أنا أختلف وياه جملة وتفصيلا، هالمعارضة أختلف وياهم جملة وتفصيلا، لأن تبي تعارض يعني تمشي طريق نايف حمود، معارض الدول تدخلت في بلدك. أما تجي تقول لي مادة بالدستور نوقف مني نعارض كذي، ما يمشي. دستور أمريكي فكري، دستور بريطاني، حرية وكرامة. كيف كانوا جنب مسلم البراك وكانوا ناطرين إشارة، وكانوا مو بس مسلم البراك يبون يقتالونه، الدكتور عبد الله النفيسي. شلون جو حق عبد الله النفيسي وحطوه بتهمة أنا أعرفها. عبد الله النفيسي أنا فتحت ملفه طالعته شفته سكرت الملف ماله. مسلم البراك طالعته ترى، يعني هل هم عشان أبناء قبيلتك قاعد طالعهم؟ لا، الدعوة مو دعوة أبناء قبيلتك.
دعوة مو دعوة ابناء قبيلتي، والدعوة مو ابناء وطن ولا ابناء الشعب الكويتي ولا ابناء كذي. الدعوة في واحد المليون هذا قاعد يلعب فيه. يعني يوم يمسخر امير القبيلة الفلاني، يجيب يمسخر فلاح بن جامع، يوم يلتفت يمسخر فيصل الدويش، يوم يلتفت يمسخر امير قبيلة العجمان، يوم يلتفت يمسخر الشيعة، يوم يلتفت يمسخر هذيلا. خلصنا قضاة، خلصنا عساكر، خلصنا. انا ما همني البلد. دعوة كذي يروح يتفق ويا المعارضة لضرب القضاة وضرب الجيش والشرطة، وبعدها يروح يتفق مع الجيش والشرطة لضرب المعارضة، وبعدها لما انت تيجي تشوف شهايد مزورة. يوم انا كنت اتكلم وقلت لكم فريق اغتيالات في المستشفيات، ناس صرخت على فلاح بن جامع، وانا فلاح بن جامع قدره واحترمه، بس غلط غلطة عمره. ما يدري من ابناء قبيلته شنو فيهم، اشتغلوا لاي دولة. قسما عظما ما يدري من ابناء قبيلته، مو بس من ابناء قبيلته، كل القبائل ما يدري. في بعض القبائل ما يدري ان هذا يشتغل لاي دولة مواطنينه، ما يدري، قاعد جنبك. في يوم من الايام فلاح بن جامع قال اللي يصير علينا على المواطن الفلاني يصير على فلان وفلان وفلان وفلان. مني قوة فلاح بن جامع، كانوا يجون يقصقصون ريشه من ابناء قبيلته. جاء فلاح الصواب انا بنسجن وصيح صيحة ما لها معنى. انا بنسجن، كانوا يشيلونهم يقطونهم بالسجن. هم ما يقدرون يقولوا لكم المعارضة شلون انسجنوا. بالكلام كانوا ذاك اليوم يقوموا الشارع كله يشيلونه. لأن أنت ما تعرف عن الدولة. وفي ناس أبو حمود النفيسي فلاح بن جامع أمير القبيلة، أنا أعرفهم هذول القويت. يوديك درب أنا أعرفه، ثم الدرب هذا تدخل في دبور ثم يقشرك. أنا ما أيدت المعارضة والموالاة في الكويت كلها، ولا أيدت الحكومة. قناة الحوار تتكلم. أنا مو ضد أبناء الشعب الكويتي، ضد إنك لا تصير عميل لأي دولة. أنت كويتي حبيبي، لك أرض ونفط، لا تصير عميل. ساعات في خونة أنا أعرفها أنظف من الحكومة وماشية في طريق أنا أعرفها، تقول أنت خاين عميل. أنا ما خنت بلدي يوم واحد، لازم تفهمه. تعذيب بالأردن، تعذيب في الكويت، ما يجون يقدرون يعتقلون نايف محمود. تعال مذكرة من الدولة انك ليش غلط على الحاكم ولا كل شيء. هو يعرفون شو راح يصير بالحاكم، راح يبكي بقصره وحكومته تبكي. تعرف شنو راح يصير في الحاكم اذا اعتقلوا نايف محمود. كانوا في ناس تراقبني وين ما اروح ورد، انا ضيعتكم بتايلاند وضيعتكم بدول خليجيه. يمكن تطير من مطار لمطار. آخر شيء قالوا خلاص يعني خلصنا من مسلم البراك، حطيناه بروح بزاوية بتركيا، بأي وقت نبي نقتاله ربيناه خليه يجي يقول العفو. لا العفو ما في عفو. أنا داخل على حاكم الدولة مصرخ عليه داخل القصر، قلت سلم لشيوخك الإرهابيين اللي قتلوا الشعب. في تسجيل أنا مسجله مسحته ترى. ليش؟
لأن يوم دخلت القصر حاط التليفون طاق التسجيل، ولا من عادتي أنا ما طق التسجيل حق أي مكان كويتي، لأن عشان في عسكري كويتي مرأة كويتية ما لها ذنب، ولا الحاكم طاق له تسجيل وخالص أنا، السفارة الأمريكية طاق له تسجيل وخالص أنا، تساجيل طاق وحاذف ببيوت الخرافية تساجيل، وغير حاط بحسابات الثانية تساجيل مستندات من اللي كان يبي نايف حمود يبي يقتاله، عملاء وشلون صفوا على مسلم البراك وشلون دششوا عبد الله النفيسي بسوالف انا اعرفها. حتى بعد فتره يحطون لك قضيه ارهاب، هذا عدو الوطن ارهابي، ثم يقصفونك الطيارات. في ناس عملاء ترى انتهى فيها المطاف الحين، هذيل شفت اللي كانوا يتعاملون مع الامريكان والاوروبيين انتهى فيهم المطاف، كروت واحترقت. هم تدخلوا بالثورات العربية إذا أنت ما تدري، هم مرتكبين جرائم هذيل الزمرة 10,000، مصالحهم مع الزمر فساد ثانية. يوم طالبت بالدستور الأمريكي أنا عارف إذا السفير الأمريكي يقول لا تدخلونا مشاكل مع حكومة الكويت، طبعا ما تبي تدخل مشاكل يا حكومة الكويت، طبعا السفارة البريطانية ما تبي تدخلين، بس لما تجي تتهم مواطن لا تقول سفير الولايات المتحدة الأمريكية، لا تقول سفارة بريطانيا ومواطنين كويتيين وياكم بالسالفة. أنا داك من قبل صار قضيتين شيخ إرهابي يوم هدد مواطنين كويتيين. أنت تشتغل شيوخ يا مواطن كويتي ممنوع. كانوا يبون الكويت قضية إرهاب للشيوخ والتجار، ترى يستانسون لما أنت تجي تطلع يعني ملتحي ملتزم بالإسلام، يعني أنا راعي إسلام وجهاد في سبيل الله. تدري شنو يستانس؟ يقعد يبيع فيك للأوروبيين والإسرائيليين والإيرانيين، شوف هذا إرهابي أبو لحية ويا شرطته ويا حزبه ويا مطالعة بالسالفة بعد. لا يطاع الحاكم، الله والرسول وولي الأمر، هذا الشيء لا حطه على جنب، لأن هذول لا يعرفون الله وولي الأمر بايدك والوطن مبيوع. دير بالك هذول قدام عيني عذبوا ناس بالطب النفسي، ملف 100,000 واحد مدمن انسفوه لمدة 60 سنة، وقتل وسرق بالأموال والبيوت وتفكيك الأسر. هذول العملاء مستحيل. لأن أكثر البعثات الخارجية اللي تروح يردون عيالكم مدمنين وعليهم سيديات، توقيع مناقصات وانت تحسب منها دارس فاهم، مقزرها رشاوي ومثل الحمار ما يفهم يبني بلده. أنا داخل السفارة الأمريكية، ليش يوم طلبت وظيفة الكويتيين والبدون رفضوا مخابرات أوروبا وغيرها؟ لأنك لو توظفت أنت يا كويتي راح تعرف شنو شخصية الحكومة. ترى جايبين عملاء في السفارات لقتل المواطنين، وتدخل المخدرات من عندها. يوم هددوني أنا هددتهم بضربهم قبل سنة. ترى كنت منتقم انتقام يوم انقطت ملابسي بالشارع، منتقم لناس بالكويت بسبب السفارات هذه. وبعطيكم دليل، ترى صباح الأحمد وكيل أعماله فلسطيني وإسرائيلي وماخذ الجنسية الكويتية وعنده بيت بأم الهيمان، وصاحب وكيل صباح الأحمد ولده ينصب
لا، ويطلع لك بطول شيفاس من الشاليه مال صبح الأحمر. في أشياء أنت ما تعرفونها. شلون كان مسلم البراك والنفيسي يقتالونهم وعبيد الوسمي وبيقتالون الشعب كاملة. هم اقتالوا وخلصوا، فخروج مظاهرات ومطالبة بالدستور الأمريكي.